بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بيكم كلكم. معلش انا اتاخرت، بس انا قلت قالوا لنا بعد 100 يوم المرور هيبقى كويس، فنزلت بقى نص ساعه فجيت في ساعه، فدي مشكله. انا سعيد جدا باول حاجه ان شايف الشباب ثوره 23 يوليو ان الثوره رجعت لشباب الدول. لان انا دايما بقول ان مشروع جمال عبد الناصر كان مشروع شاب والان بيه شباب. احنا لما نبص بعد 13 سنه من ثوره 23 يوليو سنه 65 اللي هو في عز صعود المشروع الناصري، وكان تحت الخطه الخمسيه الاولى وتم تحويش مجرى النيل، وابتدينا في التحول الاشتراكي والامور دي كلها. لو نبص للهرم العمري في مصر في هذا الوقت بتاع قمه الهرم كان جمال عبد الناصر عنده 47 سنه، وهتلاقي ان القوى المحركه اساسا كانوا شباب في الثلاثينات واخر العشرينات، ويعني كان اخر الاربعينات واوائل الاربعينات. فدي المرحله اللي النهارده انا يعني اللي بعتبره جدول الاعمال الاساسي اللي هو تاكيد دور الشباب في المرحله المقبله. ولازم النهارده الشباب يبتدي يطلع قياداته بالنظام الانتخابي للقاعده القمه في كل المناطق، ويبتدي العمل. انا كمان النهارده على قصه العمل المصري الموحد، انا قبل كده انا عايز اسال سؤال، احنا مختلفين على ايه؟ يعني انا شخصيا لما كنت في ظروف كتيره جدا في بروح حتت في مؤتمرات ايام حمله الرئاسه في الامور دي كلها، انا عمري ما حسيت بفرق. انا كنت الاقي نفسي مجموعه من الشباب قاعدين كلهم، وبعد كده ده يقول لي اصل انت يقول لي ده انا مكرم، اصل انا من حزب الناصري، وانا مش عارف انا من طليعه الناصري. انا في الاخر كله مختلف على ايه؟ نفسي اعرف مختلفين على ايه؟ هل في اي حد عنده رمز غير جمال عبد الناصر يقول لنا؟ هل حد عنده مشروع غير مشروع اللي عاش مهد من اجله جمال عبد الناصر؟ هو بعتبره مشروع مصر، ما بعتبروش مشروع جمال عبد الناصر، بعتبر هذا المشروع هو المشروع المخرج للمحنه اللي احنا فيها والازمه اللي احنا فيها. هو المشروع اللي كان بيحلم بيه جمال عبد الناصر، ولما حلم بيه وابتدى ينفذه طلع ان دي احلام مصر والامه العربيه. يعني عايزين احنا النهارده نتوحد. احنا اتضربنا في الفتره اللي فاتت دي نتيجه عدم توحدنا. احنا كتيار او كتوجه او كمشروع انا بنمثل غالبيه الشعب المصري، بس غالبيه غير منظمه. وللاسف الاقليه المنظمه هي اللي في الاخر خدت كل شيء، بس خدت كل شيء مش نتيجه انها منظمه وهي مش اغلبيه. فاحنا النهارده لازم في الفتره القادمه لو فعلا بيحبوا البلد دي، لو فعلا المشروع اللي عاشه مهد من اجله جمال عبد الناصر والحلم اللي حلمناه في الستينات لما كنا وقتها كانوا بيجوا الناس من شرق اسيا من ماليزيا ومن كوريا، وكانوا بيجوا بيتعلموا في شركه الكترو مصر، بيشوفوا التلفزيون بيتعمل ازاي، وكانوا بيروحوا مصانع السيارات العربيه الرمسيس اللي النهارده يمكن الناس بتبص لها انها كانت لا، كانت صناعه بنعمل العربيه ما كانوش بيعملوا، كانوا بيجوا عندنا. لما النهارده المشروع ده علشان يستمر لازم نتوحد، وعشان نتوحد النهارده في قوة متكلمة على هذا الوطن هدفها الأساسي إنها بتعتمد أمنها الاستراتيجي إن البلد تبقى بلد فاشلة وتبقى بتاخد أوامر من أعدائها. دي كانت سياسة الأمن القومي بتاع مبارك اللي ابتدت من بعد كامب ديفيد، من كامب ديفيد وصار عليها تلميذه نجيب مبارك. ايه الامن القومي؟
انك تبقى فاشل وبتاخد اوامر من امريكا وتبقى كسب استراتيجي اسرائيل. لكن الامن القومي الحقيقي انك انت تبقى دوله صاعده، دوله بتبني نفسها، دوله متعلمه، فيها اعلى نسبه تعليم، فيها نسبه في البحث العلمي، يبقى الناس صحتها كويسه، هو ده الامن القومي. فأنا النهارده يعني جاي أنا شايف نمرة 1 و2 و3 في العمل في جدول الأعمال إخواني إن إحنا لازم نبقى كلنا على قلب رجل واحد. لازم أنا ما أقدرش أسميها خلافات، أنا أسميها مش عارف أنا مش اللي هو التنافسات، هي نوع من التنافسات، هي مش خلافات. إحنا ما فيش حد هنا من أي اتجاه لا مختلف لا على المشروع لا مختلف على مين عدونا. يعني انا فوجئت الواحد يعني قياده كبيره في حزب من الاحزاب بدون ذكر اسامي في حديث قايل ان احنا محتاجين وقت عشان نتوحد. وبعدين محتاجين كمان ايه نبص علشان فتره نحدد مين العدو ومين الصديق. ده احنا الجهه ده احنا المجموعه الوحيده اللي عارفه مين العدو والصديق. والنهارده كمان انا بنتهز فرصه بحيي شباب فلسطين العمل العظيم في ذكرى ابطال البرولوس. في للاسف في ناس كتير قوي في مصر شباب ما يعرفش مين. احنا جيلنا كان محظوظ كنا بندرسها في المدرسه، كنا بندرسها وجيلنا ابطال البرولوس دول جمال وحسن وفقوا الأبطال كلهم بتاع 56 اللي دخلوا في الآخر فجروا وورقوا الطيران الفرنسي. ف دي يعني ده شباب مصر ودي روح مصر. وفعلا يعني هم طلعوا اذا كانوا دول ابطال البرولوس فاحسنهم اثبتوا ان هم ابطال البرولوس. في كمان موضوع مهم جدا، احنا النهارده نتيجه التنافسات المسميه الاختلاف وبعض الاشياء اللي فيه احنا كتيار المشكله انه في جزء كبير جدا معلق ما هو مش عارف يعبر عن نفسه فين. ولما لقى فرصه توحد فيها، لما توحد التيار كله لقينا في مرشح مصري ظهر حجم هذا التيار. فده اللي احنا النهارده عايزين نقول طلعنا بالنتيجه ان احنا النهارده جميع القوى المصريه وجميع القوى الوطنيه. يعني انا بقول جدا مقوله جمال حمدان ان في ناس كتير جدا يعني برضه فتره التعتيم مشروعهم مشروع جمال عبد الناصر، بس هم مش عارفين يمكن ان هم مش مصريين، بس انا بعتبرهم مصريين، انا بعتبر اي شخص وطني منحاز لغالبيه هذا الشعب من عمال ومن فلاحين ومن مثقفين ومن راسماليه وطنيه، وعارف عدوه ومن عدو واحد هو العدو الصهيوني وراء الاستعمار والامبرياليه العالميه، وعارف ان مصر لازم يبقى بتاخد موقفها بإيدها وبنفسها وبتاخد مصانعها، وعارف ان مصر طول عمرها بتدي ما بتاخدش. خلاص دايما نصير لان ده متبني نفس المشروع اللي عاش معانا عند جمال عبد الناصر. فعايزين نمره واحد كلنا كفصائل او كناس مصريين كلنا نتجمع نمره واحد، وبعدين نمره اثنين برضه نتجمع مع الآخر اللي يعني عايزين نخلي عندنا الأساس هو وحدة الهدف. يعني أي حد بيتعامل مع نفس الهدف أهدافه وأهدافنا احنا بنعتبر ان احنا وهو نفس التيم، احنا تيم واحد. فده يعني دي الروح. يعني انا النهارده جاي بقول هذه الروح اللي لازم تبقى موجوده لغايه لما تنتهي هذه الفتره الانتقاليه، وبعد كده انتوا كشباب لازم يبقى في قياده شابه لهذا التيار، لان التيار ده شاب. اللي موجودين واللي ادوا دور
يعني دور كان عظيم في وقت من الاوقات وموجود لغايه النهارده. دول ناس احنا موجودين ونقدر نستفيد من خبراتهم، بس انا بقول ان النهارده حان وقت الشباب ان هو يتقدم الصفوف، وحان وقت الشباب انه يتولى قياده، بس ده مش هيجي الا لما نتجاوز. واهم شيء يعني هو جمال عبد الناصر كان بيقول وحده الهدف اهم من وحده الصف، لانك انت لما تعمل وحده صف كل الناس عايزه تعمل وحده صف ومش عارفه هدفها، كل واحد ليه هدف مختلف. يقوم احنا نعمل لنا وحده هدف فعلا مش عارفين نتوحد ليها. يعني احنا هدفنا واحد، يعني احنا متوحدين بالعافيه كده. فيعني نرجو ان الوحده اللي احنا موجودين فيها تبقى زي ما هي وحده قدرنا حطينا فيها، تبقى فعلا روحنا متوحده لغايه لما ان شاء الله نتقدم، وفعلا الكيان المصري اللي موجود يبقى فعلا بيعبر حقيقي عن حل المشروع المصري وعن حل التيار المصري. وغير كده انا قاعد معاكم الصبح، فلو اي حد عنده اي حاجه كلمه اي شيء انا معاكم.